لما الشتا يدق البيبان، لما تناديني الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات. تقريبا بننزل الشتوي بقى اول حاجه. اول حاجه بننزل الشتوي. صحيح بعد كده بقى بنعمل ايه؟ شوربة عدس. يلا بينا. في الفيديو ده هنعمل حاجتين في حاجة واحدة. رقم واحد هنعمل ايه؟ هنقارن 10 اماكن بتعمل شوربه عدس بمختلف ثقافتهم. بمختلف ثقافاتهم 10 اماكن. وتاني حاجة هنعمل شوربة العدس هنا مع بعضينا مع هذا الشيف القدير جدا بحاجات بسيطة جدا، يعني دخلة محترمة للشتاء، نبقى نقارننا مطاعم وفي نفس الوقت عملناها ونعملها بكواليتي محترمة جدا وحاجة شوربه عدس بقى، شوربه عدس حاجه نظيفة جدا محترمة فاخرة. ايوه يلا بينا نبدا الحلقه. يلا بينا. الدهان جايب عيش متحمص. ماشي، عيش بلدي محمص. عيش بلدي ماشي شامي لذيذ. انا جبت شوربتين ليا والاستاذ حازم بحيث ان احنا ناخد مكلف يا باشا، مكلف، الراجل مكلف. وي دونت بس هم يعني ليمونه واحده على الاثنين. ليمونه واحده بس احنا ضربنا قسمات نصين. كتر خير. ده لوحده انجاز، خد بالك. كتر خير بس ماشي. عجباني الكميه الصراحه. انا عاجبني العلبه. العلبه حلوه. عجبني العلبه وريحتها حلوه. هل سوف يفاجئنا الدهان المعده؟ انا مطابع. دول اول من غير وش طبعا. دول من اول من غير حاجه بس كده. ده القوام ده بحبه قوي في شوربه العدس. بص اللي هو مش ميه الله، وفي نفس الوقت مش كتل، يعني لا حلوه حلوه حلوه. بس في الشعريه. لا هو الشعريه دي اصلا يعني نادر قوي لما تلاقيها بالشعريه. احنا بنعملها كده في مصر شويه في الشعريه قوي، بس يعني في الحلقه النهارده معظم الوقت ما اظنش تلاقي حد عاملها بالشعريه. هنشوف. سعر الواحده 32 جنيه. حلو كده. ماشي. بسم الله. ما اعرفش الافريج بتاع الاسعار ايه. حاجات بتيجي بقى واحنا قاعدين. سلام عليكم، اتفضل. ايوه. الله. دقت. الله جميله قوي، جميله قوي. بس احنا عشان دي اول طلعه، خد بالك لسه في حاجات تانية فلسه مش عارفين. طلعه حلوه. هي كويسه. لا كويسه بس يعني انا بالنسبه لي ناقصها شويه، بس هم عاملينها اللي هو ايه، دلعها انت. يعني انا بالنسبه لي محتاجه ملح وفلفل. والله انا مظبوطه الصراحه. حط عيش، ممكن ليمون، نص ليمونه لو سمحت. اتفضل يا فندم. بعد اذن حضرتك. بسم الله. حلو قوي. تجربه اكتملت. لا العيش حلو. الدهان في لذيذ. لذيذ واظن سعره لذيذ هنشوف الباقي. محتاج بس تجيب ليمون، يعني على الاقل ليمونه مع الواحده، مش ليمونه على الاثنين يعني. ده الدهان فرع المرغني. حلو كده. نروح للمكان اللي بعده. القزاز من الاماكن المشهوره جدا في وسط البلد، مكان عريق يعني. بصوا يا جدعان، ومشهور قوي بشوربه العدس بتاعته، من الاماكن اللي فعلا مشتهره بشوربه العدس. بصوا يا جدعان، انا لما جيت عملت الحلقه دي سالتكم على الانستجرام يا جدعان بتشربوا شوربه العدس منين؟ غير البيت طبعا، البيت اللي تقول عليه في الغالب. حاضر انا فاهمك. حاضر. والناس اجمعت ان القزاز لازم تجرب عنده الشوربه. حلو كده. صح. فيلا بينا. وانا اجمعت. انا قلت لعمرو قبل انت قلت صراحه. هوبا بص كميه عيش. كان بيجيب معاه بصل زمان. ايوه يا باشا. احنا طلبنا واحده بالزبده واحده من غير زبده. هو عنده نوعين. بقول لك ايه، ريحتها مختلفه عن اي شوربه عدس هتشمها في حياتك. دي الزبده بس دي قوامها مختلف تماما يا حازم. انا بقى احب قوام اللي زي الدهان ده. عيش شامي ده فيه شعريه يا مستر في شعريه يا جدعان. والله. بس قوامه زي ما قلنا، بس قوامه خفيف. بس بقى انا كان عندي اعتراض على نص ليمونه، اما بعتوا ربع ليمونه. هو الليمون بكام النهارده؟ ايه يا جماعه في ايه؟ هنجرب الاول من غير اي حاجه. ماشي. بسم الله. كمون كتير. لا طعمها حلو. اخدت بالك من فكره النكهه اللي انا بقول لك عليها؟ الدهان كان طعمها بيزك قوي. هنا في تيست اعلى في تيست اعلى، بس طبعا القوام. لا بس خد بالك من حاجه، دي عاديه ودي بالزبده. انا عايز اجرب دي. هو اللي معاك دي عاديه ودي زبده؟ ايوه. الزبده وش احلى. ايه مش حاسس بفرق؟ اصبر يا ابني. لا الزبده باينه قوي، احلى كتير. خدت بالي لما دوت الاثنين ورا بعض. الشوربه العاديه ب 30 جنيه والزبده ب 35 جنيه. لو هنقارن عاديه بالدهان هناخد الدهان. لو هنقارن الزبده بالدهان هاخد الزبده. ان حوار الزبده فارق الصراحه. التيست فعلا عالي شويه، حلوين عن الدهان. خصوصا القوام برضه. انا برضه زيك، انا ما بحبوش قوي كده. بحب القوام التقيل بتاع شوربه العدس ده. يلا يا باشا نروح على بعضه على طول. نروح اللي بعده. ابو عمار السوري. فكرة فرع شارع سوريا في المهندسين، تروح تركن بالعربيه كده. انا طبعا ما كنتش ببقى سايق، انا كنت عيل صغير، ويعلقوا لك البتاع اللي على الباب دي. اول حاجه ضيافه شوربه عدس. بسم الله. كنت بحبها اكتر من الاكل اللي انا طالبه اصلا. باكجينج رهيب. قدمها لك بشكل كويس. العيش باين. حطها لك وحط لك العيش في النص. ونص ليمونه برضه على فكره. كله نص ليمونه. كله جايب نص ليمونه او ربع يعني. لا الربع ده انت حاسب بعد الفيديو. استنى. ازاي كان جايب ربع ليمونه. الشوربه دي ب 35 جنيه. هي ولا مش هي؟ هي ريحه توم قويه
قوام لذيذ. بص يعني بين الدهان كانت اتقل، بين الدهان والازاز. حلو. وتقريبا مفيش شعريه برضو. انا لما قلت لك بسم الله. بسم الله. هي التوم باين فعلا. توم قوي قوي، توم باين قوي. طعم التوم قوي قوي. لا مش ده ابو عمار ده طول عمره فيها يا جماعه. معاك نص ليمونه اهي، اعصرها والوضع هيتغير. بسم الله. مع العيش وبتاع بقى الحركات. انا قلت لك ندوق مع الليمون على طول، انت اللي قلت لا لي لا, ايه؟ لا بتفرق. بس عشان انت قلت في الاول ايه زي ما قلنا كده، التوم يعني قوي. التوم قوي مش هيبان لما تحط الكوكتيل، مش هيبان مع الليمون والعيش بقى احلى. يعني انا مش بقولها وحشه، بس غطالي على طعم الليمون القوي، قصدي طعم التوم القوي اللي كان موجود ده. انا مع الليمون والعيش ده احلى واحد لحد دلوقتي. تخيل بقى. لا اختلف معاك. اختلف معاك. حاضر. ده الحاجه حاضر. ده الحاجه الوحيده اللي كانت مزعجه فيه طعم التوم الزياده، انما غير كده ولا غلطه. اما حطينا الليمون والعيش ظبط. ماشي ظبط. بس انا بقول ان ده غلط، يعني كده كده من البدايه ده غلط. حلو. يعني ده بالنسبه لك اقل من الاساس. اللي بالزبده نفس الثمن. نروح اللي بعده. انا سيدي مشي. وللاسف حصل خطا مش من المطعم، مننا احنا فريق الاعداد. فريق الاعداد طلب واحده بالغلط. فريق الاعداد فهنضطر نتعامل انا وانت. يا باشا في ايه؟ الله نقسموا اللقمه. صح. الله. ده الطبيعي يعني. الموضوع بقى العلبه جوه العلبه ده لطيف ليه برضو؟ عشان ما تبردش. يعني ايه بس ايه. حاضر. الى الان الدهان هو اللي جايب عيش بلدي. ودي حركه صايعه. ده بقى قوام شبه بتاع الدهان شويه. حلو قوي القوام ده. قوام شوربه عدس محترم، ولون بقى مختلف خالص. يعني دي صفرة قوي. بسم الله. اتفضل يا باشا. الله يخليك. ايه ده؟ الطعم ده هو مش وحش، هو غريب. ادي لنفسك فرصه. ما تطورش، ادي لنفسك فرصه. لا ما قلتش وحش، طعمه غريب قوي. ما قلتش وحش. بص الطعم ده وكمان ريحته ابدا الحلبسه. هو انا حاسس ان يعني بص من ريحته من بعيد في حته الحلبسه. بص هقول لك حاجه. هو كميه العدس اللي حاططها ايه؟ نحط ليمون. بحبك. هقول لك والله، اصل هو ريحه العدس وطعم العدس قوي جدا. يعني هو مش معتمد على كميه الخضار اللي حاطه مع العدس، على قد ما هو اكتر حد لحد دلوقتي حسيت. هو الناس اصلا ممكن ما تعرفش ان اصلا شوربه العدس في حاجات ثانيه غير العدس. طبعا. طب قول له. ايوه العدس ما هيشوفوا بقى انت هتشوفوا الوصفه. يا اخي الليمون بيقلب معلم الليمون والله. بس هيظل يعني هو برضو البيز بيبان. هو طبعا نقلها في حته ثانيه خالص، احلى طبعا تريليون مره مع العيش والليمون. كده في طعم تاني غير العدس والخضار. ايه كاري؟ ايه انا مش في طعم غريب قوي، طعم اسيوي سيكا والله بجد. بس حتى الان مفيش حاجه جت مخيبه للامال. بس في نقطه بقى دي ممكن تقلب الموازين، ان هذا سعره 47 جنيه. فهنا لا في نقطه. فانت هل شايف هو اكبر ممكن سيكا؟ بس في طعم تاني زي ما انت بتقول، تحس كركم. ايوه تحس في طعم هو اللي مكسبه هذا اللون الاصفر. يعني انا اعتبرها بالنسبه لي في اقل واحده جربتهم الان، مش من التوب يعني. نروح اللي بعده. ارابياتا. الحجم ده مش رغيف خالص، حجمه صغير قوي. هو صغير قوي. سعر الواحده ب 30 جنيه. جايب عيش مش جايب ليمون. ومش جايب ليمون. يعني صغير وسعره 30 ماشي. صغير ومش جايب ليمون يعني. بسم الله. القوام يعني مش احلى قوام. طعم الكمون جامد قوي. دي بالنسبه لي صراحه انا مش جايه معايا خالص. اقل من العادي. الكمون كتير. يعني العدس طعمه فيه حتى ضعيف قوي. العدس كعدس مفيش. هو كمون، بس انا حاسس ان انا بشرب شوربه كمون. في عدس بس ضعيف قوي. نروح اللي بعده. يلا بينا. اللي بعده قصر الكبابجي ب 73 جنيه. جايب عيش بلدي يعني كتير. الافريج 35 تقريبا. اعلى واحد جه 47. هو ايه ده؟ مش جاي مفيش ليمون مفيش عيش محمص فيه؟ بقول لك جايب عيش كتير. عيش بلدي بس كتير يا سيدي على راسي من فوق. يجي ب5 جنيه عيش. ماشي يا سيدي. شكرا. بس مكلفته ايه؟ كانه هيهرب. هتلاقي عشان كده الليمون هرب. جري. او ممكن الليمون مستخبى جوه والله الحصن المنيع ده. هتظنه. ناس فينا. انا حاسس ان الراجل القفله دي كان ادى مره شربه عندهم. فقال لك ايه بس يا نهار ابيض. انا هوصل للكنز امتى؟ بس برضو احسن ما يجي مدلوق. عامه انا حاسس 73 دول
تمام، منهم 35 باكجينج بس. انت عارف الفويل بكام النهارده؟ الحمد لله. وصلنا وصلنا يا باشا. حته مختلفه. والله شكلها انا عايز لونها ليمون. مختلف. انا عايز ليمون، يعني ايه بتبعتوا شوربه من غير ليمون بقى؟ لا في شكل مختلف جدا. الزوش الواحد وقوام اتقل قوام. اوه تقيل قوي. وفي شعريه بس في 4 مثلا. ندوق هذا الشيء. يلا ندوق. بسم الله. بص يا جماعه مش مبالغه، هي حلوه قوي. حلوه قوي ومن غير ليمون، من غير حاجه. ابيض 73 100 جنيه. لا مش الدرجه دي، بس حلوه. حلوه قوي. دي شوربه ايه دي؟ يعني واضح ان هو دخل فيها شوربه ايه تنين؟ شوربات. دي الشوربه جامده، يعني الشوربه بقى نفسها بيز الشوربه. ايوه اللي بيستعمل الشوربه نفسها يا دي. معلم ده تحسها شوربه مثلا بط لحمه ضاني، حاجه دسمه حلوه. دي بقى في البرد مش تدفي دي حلوه يا جدعان قوي. هي معلش انا اسف، هو انتوا مش باعتين معاها حاجه. دي اكتر حاجه غلط في الموضوع. استني واحده اجيب العيش البلدي بتاع الدهان. عايزين عيش يعني البلدي بتاع الدهان مش يعني هو لا جاب عيش ولا جاب ليمون. هو جاب ب5 جنيه عيش بس في لوحده كده، مش عارف اغمس بيه ايه. بيرفكت والله. مع ليمون دي بص سعر عالي، بس انا اقدر اشوف الفرق. قد لا برضو توصل ان انا ادفع فيها السعر ده، ولكن هي احلاهم الى الان. ادفع فيها والله. دي المكونات اللي فيها ب3 مثلا من حاجه اللي كانت جت اقل حاجه النهارده مثلا. انا عاجبني قوي طشه الفلفل الاسود يا ابني، كل حاجه نكهه قويه جدا. طعم قوي، طعم بجد، طعم شوربه قوي. طب تعمل زيها يا باشا ان شاء الله. لا بس احنا محتاجين نسلق جدي عشان نطلع الشوربه دي. يعني مش نعرف هيخاف ولا ايه يا باشا احسن منها. تعصبنيش بقى. هنشوف. نروح اللي بعده. زوبه. اقتراحات الناس دي. مكان يعني المفروض ان هو مكان جامد. الواحده تقريبا عامله واحده 51 جنيه. اوكي. فمش رخيص. هو ارخص من قصر الكباب دي بس مش رخيص. ده عيش محمص. مفيش ليمون. وجاي محمص. هو الفكره حلوه بس قليله اعتقد. يعني قليله جدا. قوام كويس. بسم الله. فيري بيزك. البيزك يعني مفيش اي حاجه مميزه. المشكله قصر الكباب جه على السقف. هي مش وحشه. يا ابني كنا شربنا اخر واحد ده. حاسس ان هي دي اقرب حاجه للدهان. بيزك. بس انا بالنسبه لي البيزك مش وحش، بس في حاجه تانية. لو هاخد هذا الطبق مش هروح بالسعر ده بقى. في ناس تانية بيعملوا بسعر ارخص. ايوه الله ينور. الدهان الدهاني ب 32 جنيه مثلا، ويمكن احلى كمان. فانا خلاص انا كده ممكن اقصيه عشان السعر بتاعه. بالظبط. يعني في السوق بيعملوا تقريبا نفس الحاجه بسعر اقل. نروح المكان اللي بعده. زين الشام. زي ما جبنا ابو عمار السوري نجيب زين الشام. بص ايه مش عارف. بص وخلاص. ازاي ما فيش ليمون؟ لا في مفيش ليمون جوه يا باشا. ازاي في ليمون؟ بس الليمون اللي هو القضاليا الكبير ده مقطعينه وربع. هي العلبه تبان مليانه وبعدين بص تنزل تحت. مش مليانه قوي. ماشي. الريحه مش مبشره بالخير. بس بقول لك ايه، قوامها لذيذ. ايه القوام ده؟ بحب القوام ده انا. ده بشاميل ده ولا ايه؟ ماشي يلا. بسم الله. بشاميل فعلا. الشوربه دي ب 45 جنيه. هي حلوه بس مختلفه تماما عن اي حاجه جت النهارده. هي مختلفه قوي. ماشي. تحس فيها كريمه، تحس فيها حاجه. ما بقول لك فيها بجد الكريمه، فيها بشاميل، فيها حاجه. بسم الله. والله العظيم حلوه مع الليمون مع بتاع، مميزه جديده. يعني هي كانت حلوه قبل الليمون، بس بعد الليمون والعيش بقت خطيره بقى. خطيره قوي فعلا. توب 3 توافقني الراي. بس دي بعيده خالص عن بقى الستايل المصري، الكمون والثوم والحاجات دي رايقه. يعني حتى قوامها مش شرسه كده. ما فيهاش الخضار مضروب ما تلاقيش فيه قطع كده، ما تلاقيش حتت. فاهم قصدي؟ مش شرسه كده. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا حاج. الناس اللي بيجوا هنا واحد لسه مش بيقول لي راجل شوربه عدس. قال له انا كام شوربه عدس؟ شوربه عدس. عارف انت سبايدر مان؟ سبايدر مان. مختلفه حلوه. رغم ان كميتها قليله، ولكن انا بالنسبه لي تستاهل سعرها. ادفع. حاسس طعم عدس جدا، كريمي دسمه سيكه كده، الليمون مع خطيره. نروح اللي بعده. اللي بعده ابن الشام. طالما كمان عايزين الشام يبقى ابن الشام. اتفضل يا باشا. عيش محمص. الطبق الواحد عامل 56 جنيه، وهذا اغلى من زين الشام. يعني كده هنقارن ده مثلا لوحده كده، ده اغلى. ايه ده؟ انا شايف حركات. ايه ده هندي ده. وبص بقى القوام ده حاجه مختلفه خالص. ده مش مضروب تقريبا. لا ايه ده بجد حاجه مختلفه تماما. ورز ليمون. مفيش ليمون طبعا. مفيش ليمون كمان. صف.
لا صفر ايه بس. احنا وقفنا تصوير بس في النص عشان الحمد لله انا وصلت مليون على التيك توك، فكنا بنتابع الارقام. الحمد لله الحمد لله يعني. مبروك على الزوم على المليون. اخويا رقم جديد في عالم في عالم التيك توك. كله بسرعه الف بسرعه يا جدعان يلا. لا مبروك يا باشا، وان شاء الله 2 مليون قريب ان شاء الله يا رب. يلا يا باشا بسم الله. انا خايف اكل. دي حلوه القوام واحد. لا هي ستايل تاني خالص. لا ايه القوام ده؟ هي مش وحشه على فكره. ده فيها ايه ده؟ ده فيها فراخ؟ لا فيها حاجه فيها بروتين فراخ. بس مش عارف اميزه ايه. في فراخ. لا انا مش عاجبني القوام الصراحه، ممكن الطعم مش وحش بس انا مش عاجبني القوام. خلي بالك ممكن هم يكونوا بيعملوها كده. ما اعرفش طماطين الشام لا ممكن يكون هم مصرينها أبو عمار. وده عاملها بالشكل الصح بتاعها، الله اعلم. ممكن قصدي اللي هي الاصل في السوري يعني ده اللي يمكن دي الطريقه السوري، ابو عمار وانس الدمشقي عاملينها بقى بالطريقه المصري عشان تناسب الذوق المصري، انما دول عاملينها على اصولها. أشوف. عجباك أشوف. لا اصل مفيش عدس، اصل ده مش مضروب اصلا. بص ده العدس يعني دي مش مثلا ضربت نص ضربه، لا ده العدس زي ما هو. اشك بصراحه. انت هتقعد تشك كتير كده. بشك الصراحه. ماشي خلاص. اوعى وشك. لم يحوز على اعجابي للاسف يعني. طعمه مش وحش، طعمه كويس بس انا مش عاجبني القوام. نروح اللي بعده. اللي بعده اخر مطعم معانا هو لوكالي. لوكالي ما حبيت. لا كميه كبيره. عارف انا لو كان في حد جاب ليمونه كامله لكل طبق شوربه كنت هكسبه. ده نص ليمونه برضه يعني بجد تكلفه العلبه دي ما كنت جبت نص ليمونه تاني. فيها طمع في الليمون. في المطاعم عامله اللي عليها وزياده. انت خليك كريم بقى يا اخي. حاضر انا اسف. المكان ده هو اغلى شوربه عدس في الحلقه دي في العالم. كنا فاكرين ان هو اصل الكبابجي، ولكن هذا المكان بيبيع الشوربه ب 91 جنيه تقريبا. انا مش عارف ليه يعني. انا منتظر الاقي خاتم ذهب هو جوه. طبعا هو القوام اصلا بص الشوربه ايه يعني شوربه. انا كده ما فاضليش غير الطعم، يعني اللي هو ايه، لو الطعم لازم الطعم يطلع سوب. طب في معلقه هو ما جابش معلقه كمان يعني 91 جنيه وقلنا ماشي، نص ليمونه وقلنا ماشي، هو في ناس اقترحت كميه العيش دول وقلنا ماشي، ناس اقترحته في البتاع، انما ما فيش معلقه. القوامها غريب قوي، خفيف قوي وفاصل عن بعضه يعني. في حاجات بس ستيل برضو حتى بعد ما قلبناها اخف قوام جه النهارده. خفيف برضو. بسم الله. حلوه بس خفيفه يعني. طبع هي حلوه، الميه اغلب خفيفه قوي. هي حلوه بس يعني لا يدفع فيها زي الرقم. اقول لك حاجه، الدهان كان بكام؟ 32. عادي انا مش حاسس بفرق يعني. اوه حلو قوي العيش ده. دول لوحده الاول يعني حلو قوي. ده محطوط عليه فلفل اسود متبهر وتقريبا متحمص بزبده. الله ماشي. لا العيش معمول حلو الصراحه قوي. شكرا. تعالوا نرشح وبعد كده هنعمل بقى الشوربه مع بعضينا. يلا بينا. الترتيب كالتالي، كل واحد فينا هيرتب من وجهه نظره. رتب انت باشا الاول. قصر الكبابجي رقم 1 دي احنا متفقين عليها. زين الشام رقم 2، قوام لذيذ واكتر واحده فيهم كانت سموث كده وطعمها بجد مختلف يعني، طعمها حلو. تالت حاجه بالنسبه لي رغم ان انا في الاول حسيت بطعم توم قوي، ولكن لما ظبطناها وليمون وبتاع ابو عمار. بعد ابو عمار ياتي انس الدمشقي، حاجه مختلفه برضو ولذيذه، يمكن سعرها كان عالي شويه بس انا بالنسبه لي كانت حلوه برضو لذيذه جدا. واخيرا ياتي على قد ما هو بيزك على قد ما القوام كان حلو والسعر كان حلو قوي، الدهان. دول الخمسه بتوعي. اوكي انا رايي الشخصي رقم 1 قصر الكبابجي، رهيب مرعب. زي ما قلنا الشوربه اللي مستعملها قويه تقيله، الحاجات طعمها حلو فعلا، متبهره كويس جدا، حتى ما كنتش مش محتاجين نحط عليها ليمون حتى، حلوه قوي فعلا. تاني واحد بالنسبه لي برضه زين الشام حلو فعلا. القوام الكريمي ده جديد مختلف وحلو في نفس الوقت، عجبني قوي قوي قوي. بس هو زي ما قلت هياخدك بره شويه عن فكره الكمون والثوم والحتت المصري قوي دي. هو عامل حاجه مختلفه الصراحه، وسعره هو مش رخيص بس سعره كويس صراحه. الاختلاف ده مديله حاجه كويسه. بالنسبه لي بعد كده انا احترت ما بين احط يعني يا الازاز اللي بالزبده يا الدهان، بس لو انا همشيها بالنسبه لي زي بعض، فانا لو همشيها بالاسعار كمان داخله في الموضوع فهيبقى الدهان الازاز اللي بالزبده. عجبني قوي الازاز بالزبده الصراحه، فكره الزبده دي على الوش دي حلوه قوي، مديها طعم غني قوي للشوربه، جديد مختلف. احب اشرب معاه تاني. والدهان بيزك قوي ونضيف وسعره حلو يعني، زي ما شفنا كده في الحلقه هتلاقي في ناس بتعمل البيزك ده بسعره خرافي، طب هو مقدمه لك بشوربه مصريه اصيله، عدس حلوه جدا محترمه الصراحه. يعني بص النهارده جت حاجات كتير طعمها بيزك، بس احلى بيزك النهارده كان الدهان بصراحه، وارخصهم خطير. مش لاقي حد خامس قوي الصراحه ارشحه. ولقطه العيش البلدي المحمص برضو مميزه عن الباقيين، يعني مدياك التاتش المصري
المصري متكامل قصدي الخامس بالنسبه لي الصراحه ما لقيتش حد قوي رشحه، يعني كل واحد بالنسبه لي كل واحد فيه مشاكل، ما حسيتش قوي انا محتاج ارشح حد خامس يعني الصراحه. بس احنا اتفقنا في قصر الكبابجي وزين الشام. دلوقتي بقى حالا ان احنا نعمل الشوربه بقى دي من A to Z ونشوف ماذا سوف نطلع في الاخر من كمان. سوف نطلع ان شاء الله. دي لغه عربيه. نطلع يلا ان شاء الله. هيا بينا. يلا بينا. بعد تقريبا 15 ساعات ولا كام؟ بقالنا ساعه بنحضر والبي دخل نام. انا عشان اقول لكم دخل نام واحنا قاعدين هنا بنحضر. كنت توازني خالص عن الحياه، فدخلت ايلت الشيكه ولبست كده وتلكت فاهمين عشان ادخل مود الشتاء بقى وكده وشوربه العدس وبتاع. فالنهارده الشيف يلا نعمل ايه بقى يا شيف؟ اول حاجه في الخطوات دي هنسخن الحله كويس جدا ونحط شويه سمنه حلوين قوي. هنقوم نازلين عليها بالخضار بس تدريجيا من اكتر حاجه بتاخد سوا لاقل حاجه. يعني هنبدا بالجزر عشان هو اكتر حاجه قاسيه، بعد كده البطاطس، بعد كده البصل، بعد كده كام فص توم كده، وفي الاخر خالص هنحط الكوسه والطماطم في الاخر علشان ايه ما تتفتفتش كده وتتهري. قبل كل ده هنكون نقعين العدس ربع ساعه على جنب، بعد كده نصفيه خالص من الميه وننزل بيه ونقلبه بقى على الخضار ياخد كده تشويحه محترمه مع هذا الخليط الجميل جدا. هنحط بقى ايه التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون و7 بهارات. عندك شوربه فراخ، شوربه لحمه حلوه كده دسمه جميله كان بها زي العسل. ما عندكش هتحط ايه مكعب. انا حطيت مكعبين مرق، انا بحب طعم المرق يكون قوي. ننزل بقى الميه في الاخر بس تبقى فوق الخضار بشويه صغيرين كده عشان القوام ما يخفش ويبقى مظبوط. حبه قد كده اهو. نسيبها تاخد غلوه الاول، بعد كده نوطي النار ونغطي تلت ساعه نص ساعه براحتك على نار هاديه خالص تتمازج مع بعضها البعض حتى تعطيك القوام المناسب. جيب بقى ايه بعد كده الهاند بلندر وتبدا ايه تضرب وخد وقتك خالص ما تملش، خلي قوامها يكون كريمي تماما ويكونوا معنا القوام الجميل الذهبي الزبداوي الخطير جدا جدا في شوربه العدس بتاعتنا. كل ما استوت اكتر وكل ما سبتها تقعد اكتر كل ما قوامها يبقى كريمي اكتر، ومش هتلاقي اي قطع ولا هتلاقي اي حاجه. كده انت ممكن تاكل وتنبسط، بس عشان نعلي ليفل الوحش نعمل طشه زي طشه الملوخيه بالظبط. شويه سمنه عليهم شويه توم مفروم وعليهم شويه كزبره ناشفه ونقلب ايه كله تك 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 كده مع بعض. تاخد البتاع ننزل بقى ده بوش على وش الشوربه ومغطين الحله ونسيبها برده تتماسك وتتجانس 5 دقايق مثلا ولا حاجه، وبعد كده بقى ندخل ونقلبها كويس جدا جدا جدا، وانت بهذا الشكل جاهز تستقبل اعظم شوربه عدس ممكن تاكلها في البيت باذن الله. ونتمزج يا ليلى. انا دايما ما باكلش اي شوربه من غير ليمون. عصرة ليمونك الحلوة مع شوية العيش المحمص. هي ممكن طبعا تكون مرهقة سيكا يعني، بس انت هتنبسط جدا ان شاء الله وهتاخد اكسبيرينس محترمة جدا جدا جدا. وده حاليا هتشوفوا حاليا رد فعلنا على هذه الشوربة الجميلة. القوام حلو، ليمون قوام جميل. لا انا ادوق اول حاجة عشان برضه التقييم حضرتك تقييم حضرتك لازم. وعيش طبعا عاملين عيشة من الحلقات فتمام. بسم الله. انا عارفها كده كده فهحط ليمون وهحط عيش وهديها. انا محتاج بطين على الوش. ايه؟ لا ايه رايك بجد؟ كلمة مرعبة دي قليلة عليها يا اخي انت سكوتك ده بيخوفني والله العظيم. يعني الحمد لله الواحد واثق من حاجته، بس هو بيسكت سكتة كده ما تعرفكش هو ايه اللي بيحصل. الفود الكريتيك بتاع الكريتيك الكريتيك. لا اصبر نضرب بقى بالاكسبيرينس خطيرة. لا دي عارفي ناقصها حاجة واحدة بس. حاجة واحدة او شوربة فعلا، شوربة حقيقية، شوربة دسمة دي تبقى بقى في الهبولة، بس مع ذلك هي مش يعني هي تقيلة. ده والله جميل والله مش بشكر بس جميلة قوي. حلوة موت. لا وقوام ده قوام بقى ما جاش حاجه النهارده بهذا القوام الجميل. توم، شوف احنا حطينا توم فصوص في الاول وحطينا الطشه الا ان ما تلاقيش طعم توم. لا على الكميه توم مظبوط قوي. مش حاسس بطعم توم، مش حاسس بطعم كمون او كزبره زياده، كل حاجه متوازنه جدا جدا. السؤال بقى فعلا يتسال، هي تضاهي بتاعت قصر الكبابجي؟ الصراحه وحلوه قوي قوي قوي، لازم تجربوها. بالله يجربوها يعملوها. ايوه مش هيجربوها مش هيجوا لنا هنا، ده خراب بيوت يا فندم، انت عندك 1,200,000. لازم تجربوها يعني في البيت تعملوها يعني. انت فهمت ايه؟ حاطين لكم العنوان في البايو. هجوم عليه في البيت. سلام عليكم. حلو قوي. طب إيه سؤال بقى، وجود السمنه حاسس بيه؟ لا مش حاسس بطعم السمنه، بس حاسس ان هي تقيله. فاهم
دسامه من غير حلوة. ما يبقى طاغيه على من غير ما- الطعم، من غير ما تبقى طعم السمنه طاغي على الطعم فتحس تاكل السمنه. لا هي مديها تقل للشوربه فمظبوطه قوي. لا انا ده طعم العدس، ده طعم الخضار اللي احنا عملناه. شفت؟ ده اللي باين وده اللي ظاهر وده اللي انا محتاج احسه فعلا في الشوربه. انا ساتسفايد بالحلقه جدا وساتسفايد شويه الشوربه الحلوين اللي عملتهم دول الصراحه. بس احنا بعد الحلقه دي مش هنبص شغل العدس اخر الشتاء خلاص مش عايزين تاني. خلينا نشوف لحد ما تعملنا. كل سنه وانتم طيبين. انتوا طيبين وكل شتاء وانتوا طيبين. السنه الجايه نعمل لكم البليله بقى. انت بتحط اصلا في الطبيعي شعريه او كده؟ لا انا ما بحطش الشعريه بس بحترم وجود الشعريه جدا. وبحترم بقى بدل العيش المحمص ده عيش الفينو المحمر في السمنه ده بقى. يعني ده بقى انا بعمل بقى الشوربه دي مع العيش الفينو تقطعه حتت بالتخن ده كده وتحمره في سمنه. يا ليل يا ليل. يعني شربت كميه الشوربه قبل ما نصور وخلصنا خلصت الطبق بتاعي. بالله انا والشيف حبيبي والله. نورتنا. الله يخليك. شرفتنا. الله يخليك. هننام بساعده دلوقتي. خلاص بقى ممكن خلاص احنا على فكره احنا بنصور مثلا من الساعه كام؟ احنا هنا من الساعه 7 الساعه دلوقتي 1:30 بالليل. انت متخيل؟ شكرا جدا انكم اتفرجتوا علينا وطبعا ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا. طبعا مبروك لحازم على المليون على تيك توك وقبل المليون على الانستجرام وربنا يوعدنا. يعني ربنا يوعدنا احنا كمان في كل حته ان شاء الله ويوعدك انت كمان في حاجات تانية يا رب. واتمنى تقولوا رايكم في هذه الوصفه. بس كده كان معكم عمرو شريف محمد حازم من قناه عمرو شريف. سلام. سلام. انت تقول لما تناديني الذكريات وانا هكمل وبعد كده انت هتخش بقى بالجمله بتاعتك اللي هو ايه اول حاجه بننزل الشيت. انا هقول ايه لما تناديني الذكريات. اوكي. اغني ولا اقول عادي؟ براحتك. لا يعني هنغني هنعمل نشاز يعني نغني ماشي. ربنا يستر. لما تنادي كوبليه بعد كده تقول بعدين انت بقى بتقول بننزل الشتوي اول حاجه. ماشي اوكي. لما تعمل ايه بقى؟ لما تناديني الذكريات تاني. لما تنادي هنخلص بقى كده كام على وقت. لما الشتا يدق البيبان. خلاص اخر مره. هقول لولاكي لولا اتمنى تكونوا انبسطتوا بالحلقه وشفتوا الكواليس ما وراء الكواليس. حاولنا يعني نضيف لكم البهجه والسرور ندخل السرور على قلبكم والشتاء سعيد عليكم ان شاء الله. ونزل لحافك والبس كلسونك واشرب الشوربه وادي عدسك ويلا بينا. تعمل ايه؟ هنركب سنو على الصوره. امشي معاه الراجل ده قعدني معاه لحد الساعه 2 تمام. انا والله يعني الواد ده غلبان. الواد ده غلب والله. يا جماعه اخصم لي يا جماعه ده عطل الاطباق ضيع. كنا جايبين اطباق انا احكي لكم. كنا جايبين اطباق عشان الشوربه اطباق في منتهى الشياكه اللي في الدنيا. انت شفتها؟ انت بتقول اي حاجه؟ عمرو صاحبي وحبيبي قال لي اطباق في منتهى الشياكه. والله انا الباشا ده ضيعهم. فانا بقول له عمرو يمكن انت ما جبتهمش. قال لي جابهم وانا شفتهم. يعني اللي هو ايه مصر ان هو يتهم نفسه. كانت جوه الحله ممكن انت طبختها حطيتها مع الشوربه. هي كانت يلا يا جماعه تصبحوا على خير. ايه خير؟ تقول لهم حاجه؟ خلاص بقى انت روح نام خلاص. روحوا ناموا بتحلموا.